ورجعت لكم مرة تانية في أسرار والنجوم مع نجم من نجوم الثمانينات والتسعينات. هو محافظة الشرقية طبعا، ودرس في كلية التجارة جامعة الزقازيق، وأسرى بحاجات كتير في عالم الفن، وغير شكل الأغنية ولعب ألبومات طبعا. ليه؟ علشان خاطرك، علشان خاطري وذكريات، وكمان أصعب طريق واتخدعت ومع السلامة وحاجات كتير، ونورت ايامي اخر الاعمال الجميله. معنا النجم الكبير حلمي عبد الباقي بعد عوده. الحمد لله على السلامه حبيبتي، ربنا يخليك، الف شكر. اهلا بيك، نورتنا النهارده في اسرار والنجوم. ده نورك، وميرسي جدا على استضافتك، وبحييكي وبحيي كل الساده المشاهدين. سعداء بيك النهارده بجد، واكيد الحديث هيبقى معاك ممتع، والمشاهدين معانا والتليفونات معانا، الخط مفتوح عندنا اونلاين على طبعا تليفون القناه وبرنامج اسرار والنجوم، فاكيد هنستقبل زملائنا واحبائنا اللي بيحبوا حلمي عبد الباقي ان شاء الله باذن الله. اهلا بيك. طبعا يعني انت غبت عن الساحه الفنيه، يعني نخش كده على طول 8 سنين او اكتر، كنت فين؟ كنت فين؟ وانا فين؟ مش عارف. يعني هو يعني يمكن عايز اقول لك ان السؤال ده اتطرح عليا كتير قوي، وما بلاقيلوش اجابه والله. يعني فجاه كده انا ابتعدت، يعني شويه حاجات كده دخلت في دماغي، حجيت وبعدين رجعت قلت اكمل، لا ما كملش. شويه كمان احباطات بسبب حاجات كتير قوي كانت في الساحه في الفتره اللي انا بتكلم ما كنتش راضي عنها. ايه؟ ما كنتش راضي على طبعا اللي كان بيحصل. وبعدين فجاه اكتشفت ان انا ما بعرفش اي حاجه في دنيتي غير المزيكا والفن والغنى. اكيد. فقررت الرجوع. حضرتك لانك انت فنان، عندك الاحساس وموهوب وحاجات كتير جواك. الفنان عامل زي السمك، ما يقدرش لو خرج من بره الميه يموت، ودي حقيقه مش كده؟ طبعا. حلمي عبد الباقي ليه تاريخ عظيم في عالم الاغنيه، وغير حاجات كتير يعني في الوقت اللي هو فيه، ولا زال الحمد لله بيدي وعنده العطاء في الفن، والحمد لله انت راجع بقوه، يعني راجع بقوه بالنسبه ان شاء الله ان شاء الله للغنى، وبالنسبه كمان مجلس اداره نقابه المهن الموسيقيه. طبعا مبروك عليك ان انت موجود في نقابه، وتهنئه مننا لحياتك ليك ولكل اعضاء المجلس. ربنا يخليك. والفنان الكبير هاني شاكر طبعا. طبعا. والفنان الكبير نادية مصطفى. تحيه كبيره قوي طبعا لامير الغناء العربي الاستاذ هاني شاكر. طبعا حضرتك اكيد فاكر الاعمال الجميله والاغنيات بالذات اللي اثرت تاثير مش ممكن ينصح حلمي عبد الباقي منه. طبعا في بعض اغنيات انت اكيد فاكرها كويس، ونسمع منك حاجه على طول كده. على طول. انا عايز اقول لك ان السبب ده الرئيسي في رجوعي. انا لما كنت بمشي في الشارع بلاقي تعليقات يعني كانت بتسعدني جدا وبتألمني جدا في نفس الوقت. تسعدني لان الناس شوفي من سنين كتير قوي حافظين الاغاني، فين ذكريات، فين عشان خاطري، فين نورت ايامي، فين يا استاذ حلمي احنا محتاجين، يعني عارفه الكلام ده كان بيعمل لي سبورت قوي، ان انا لا انا لازم ارجع، ولازم يعني لما تختفي انت 7 8 9 سنين والناس تبقى حافظه اغانيكي. حتى لما سافرت بره، سافرت الامارات، سافرت بلاد كتير قوي، طبعا كان نفس الموضوع يعني. فكان استاذ حلمي معانا طبعا. بعد اذن حضرتك معانا طبعا رئيس قناه مايسترو الاستاذ مصطفى بدران. اهلا بيك استاذ مصطفى. الو اهلا بيك يا استاذ مصطفى، فينك؟ اهلا بيك. اهلا بيك. معانا النجم حلمي عبد الباقي النهارده مشرفنا في القناه. انت فين؟ كنا منتظرينك. كنا منتظرين حضرتك يا فندم. ازيك يا اسرار؟ الله يخليك، كنا منتظرينك تشرفنا النهارده في استقبال الاستاذ حلمي. والله كان نفسي اساسا، وتعتذري برضه للفنان حلمي عبد الباقي. يا رب يخليك. لا يا فندم حضرتك والله عارفين مشغولياتك كنت يعني. كنت نفسي اشوفه، والناس دي من ايام يعني دول نجوم، هم دول اللي احنا عايزين نشوفهم على طول على الشاشه عندنا. ان شاء الله. ده انا اتشرف يا مصطفى بيه، اهلا وسهلا بيك. شرفتنا ونورتنا كده يا فنان. ربنا يخليك ربنا يخليك، ميرسي قوي قوي. حضرتك بالتوفيق، ومعاك برضو اسرار من المذيعين المتميزين عندنا طبعا. دي حبيبتي. وطبعا بشكر كل كرول عمل وكرول بتاع ده، ويا رب تكون اهم حاجه اتقابلت مقابله حلوه. لا احنا ما توصيش يعني، الناس قايمه بالواجب تمام، وان شاء الله تبقى حلقه حلوه ان شاء الله باذن الله. اتفرجوا يا رب. الحمد لله يا فندم، يعني برنامجنا
يا استاذ ربنا مصطفى يخليك. الحمد لله برنامجنا الحمد لله يعني سايب يعني حاليا في علامه جميله ليه بالنسبه لنجومنا ان شاء الله، وسعداء الاستاذ حلمي النهارده معانا، وفي طبعا نجوم ان شاء الله هيكونوا يشرفونا، وفاتحين كمان البرنامج بإذن الله بتاعنا في لكل باذن الله في النجوم في كل تألق مكان. باذن الله. ميرسي يا استاذ مصطفى، ميرسي جدا. نورتنا وشرفتنا. كل سنه وحضرتك طيب. ميرسي يا استاذ مصطفى لذوق حضرتك، وانك انت طبعا يعني عارفين مشغولياتك، ربنا يعينك على الاداره وعلى الجديد دايما في قناه مايسترو. اشكر حضرتك، ميرسي يا الله فندم. يخليك يا اسرار، أشكر. بالتوفيق ان شاء الله. ميرسي، اشكرك، ميرسي على المكالمه الجميله طبعا. طبعا نقول له الف مبروك طبعا اداره القناه طبعا لاستاذ مصطفى بدران. والف أشكرك. الف مبروك، وان شاء ميرسي. الله القناه تبقى في تقدم يا واكتر رب. واكتر باذن يا رب. الله. حضرتك نقول بقى نقول اول حاجه بقى اللي هي بنتي الاولى، يعني ذكريات. طب ريت نسمع منها يعني كده لايف. ذكريات ذكريات شوق وحب تيرارا، قلبي حب وعمر عدى وعمري فات عمري فات، وانا قلبي مش ناسيكي وانا بندم عليكي، انا قلبي مش ناسيكي وانا بندم عليكي، انا بعدك باختصار خلاص احساسي مات، انا قلبي مش ناسيكي وانا بندم عليكي، انا قلبي مش ناسيكي وانا بندم عليكي، انا بعدك باختصار خلاص احساسي مات. الله عليك، الله عليك. حبيبتي انتي وانا مش اقوى من الزمن، كان لازم حد فينا حيدفع التمن، انت اديت الامان وانا اللي قلبي خان، انت اديت الامان وانا اللي قلبي خان، ضيعتك من ايديا ما خفتش من الزمان، وانا قلبي مش ناسيكي وانا بندم عليكي، انا قلبي مش ناسيكي وانا بندم عليكي، انا بعدك باختصار خلاص احساسي مات. الله، حضرتك اكيد فاكر الكلمات طبعا والالحان. طبعا. يعني دي اكيد بصمه في حياه طبعا حلمي عبد الباقي، دي لا تنسى. يعني دي زي ما قلت لك دي بنتي الشارع الاولى. كله كان بيغنيها. ولا زال حلمي عبد الباقي يعني ذكريات. طبعا طبعا. حضرتك برضو في كان ده البوم كان فيه، فاكر الاغاني اللي فيه طبعا. يعني بس هي يعني هي في الفتره دي كانت ذكريات واخده عملت مساحه كبيره. يعني كان في نفس الالبوم كان في اغنيه بتاعت وليد سعد، حبيبي الموسيقار الجميل الكبير، دي كانت من اول اعماله، يعني من اول كان لسه في البدايات، كان عامل لي اغنيه حلوه قوي كانت اسمها يعني خلاص مشيتي. طب هنستقبل عمر حفيظ المنتج الجميل معانا على الخط. بعت لك طبعا. اهلا بيك يا عمر. عمر الخير، مساء النور عليك، اهلا بيك. اسرار ازيك، عامله ايه؟ اهلا وسهلا بيك، اهلا على المكالمه الجميله دي، ميرسي منك. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. معاك طبعا يا النجم أستاذ. الكبير حلمي عبد الباقي. طبعا طبعا، استاذ حلمي حبيبك طبعا. طبعا اخويا مساء الفل يا عمور. اخويا حبيبي ربنا منور الدنيا نجم، ومنور دايما كده حياتنا بصوتك اللي زي القمر ده. يا رب يخليك يا حبيبي، والله العظيم بجد، انت وانت بتغني ذكريات انت رجعتني، يعني عايز اقول لك سنين كتير اللي احنا المفروض مفتقدينه دلوقتي. يا حبيبي ربنا يخليك، ربنا يخليك بجد والله. حبيبي يا عموره. هو الحمد لله طبعا يعني استاذ حلمي نازل الحمد لله المره دي بقوه وباختيارات اعمال جديده، ومحتاجين منتجين يا فندم، محتاجين انتاج عشان ينتجوا لنا. لا ان شاء الله. صح ولا ايه؟ باذن الله باذن الله باذن الله باذن الله ان شاء الله، ان حيانا ربنا مش هيخلص نص الشهر اللي جاي ان شاء الله، وهتشوفوا حاجه باذن الله. يعني الاستاذ حلمي بيقول انا هنا موجود، يعني يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله، يعني باذن الله. ميرسي ميرسي يا عمر على اتصالك الجميل ده، شكرا لحضرتك. طيبين وان شاء الله دايما. هتقول له حاجه؟ طبعا حبيبي وصديقي واخويا الجميل عمرو حفيظ، واحنا طبعا بصدد ان احنا هنعمل كليب مع بعضينا ان شاء الله. يبقى اكسكلوسيف عندنا ان شاء الله. اخراجه انتاجه يعني اسمه حبيتك،
وانا شايف الاستاذ عمر يعني متحمس جدا ليا، ومتحمس للغنوه الجديده ان شاء الله، وان شاء الله نكسر الدنيا سوا يا استاذ. انا ان شاء الله باذن الله اتشرف ان اسمي يتحط جنبك يا حبيبي ربنا يخليك، والله بجد انا اتشرف ان اسمي يتحط جنبك. حبيبي يا عموره ربنا يخليك. ان شاء الله باذن الله الاغنيه دي باذن الله هتعجب كل الجمهور، وبالذات اللي بيحبوا الاستاذ حلمي عبد الباقي. حبيبي ربنا يخليك. هو ليه قاعده شعبيه غير طبيعيه. حبيبي هو اللي ربنا يخليك. مؤثر في حق نفسه بس. لا ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. اللي جاي قوه ان شاء الله. حبيبي باذن الله. ميرسي يا عموره، ميرسي يا حبيبي. يا رب وربنا يوفقك يا رب، ودايما في ازدهار ربنا يخليك. ميرسي يا حبيبي. ومبروك يا اسرار على البرنامج ميرسي يا عمر. القمر ده يا رب. اشكرك جدا على المكالمه الجميله دي. اشكرك حبيبي. اتفضل. نكمل ذكريات الالبوم اللي اثر في الناس كلها وكلنا حقيقي. الاغنيه في حاجات فاكرها طبعا لوليد سعد معاك. كان وليد عامل لي اغنيه بتقول يعني خلاص مشيتي، يعني خلاص وداع، يعني خلاص نسيتي، يعني الحب ضاع، يعني خلاص مشيتي، يعني خلاص وداع، يعني خلاص نسيتي، يعني الحب ضاع. انا الغلطان مش انتي، امنتك وانتي خنتي. انا الغلطان مش انتي، امنتك وانتي خنتي. انا استاهل الخداع. الله عليك. دي يعني كانت من اول اغاني وليد سعد في بداياته خالص يعني. فالاغنيه دي برضو كانت قويه جدا في الالبوم ذكريات. يعني كان ذكريات ده كان كوكتيل اغاني بصراحه. يعني انا كل ما بفتكر غنوه منه بقول يعني دول المفروض كان كل غنوه تشيل ألبوم كامل حقيقي. بس احنا كنا مجتهدين قوي ان احنا نعمل في الفتره دي حاجات اكتر مع الملحنين والمؤلفين، حاجات قويه جدا، وكنا بندقق في كل كلمه وبندقق في كل حرف بنقوله. فطبعا كان وقت جميل يعني. انا من احب كمان الالبومات اللي حضرتك عملتها مع السلامه يعني. طبعا كان بعد ذكريات على طول. يعني اكيد. طب نسمع حاجه من مع السلامه يعني. اصلا مع السلامه مع السلامه مع السلامه، انا هفضل انا لو حتى فات مليون سنة. أنا هتعيش بعيد هتعيش هنا. أنا مش هضيع مهما الزمان هيضيعك. اخترت غيري ومش بإيدي أرجعك. أنا مش هضيع مهما الزمان هيضيعك. اخترت غيري ومش بإيدي أرجعك. من كل قلبي يا حبيبي مع السلامة. عليك. ده الكلمات دي بقى لمين واللحن؟ دي كلام مصطفى كامل والحان محمد عناني. الله عليك. الله. حتى الاختيارات انا عارفه ان انت بتختار طبعا الواحد كلمه يعني مش بسهوله او اللحن. انا بالذات الكلام يعني من اهم حاجه بدأ فيها جدا الكلام. لان الكلام لما يبقى كلام محترم وكلام فيه قيمه انا بعرف اوصله كويس. صحيح. والمتلقي كمان بيقدر يستقبله كويس. صحيح. ده شيء طبعا يعني لازم الفنان يعني الفنان طبعا هو رساله. الفن طبعا رساله والفنان رساله. لازم يقدم القيمه اللي الناس تؤمن بيه. ويعني اكيد الناس تحب حلمي عبد الباقي حتى الان واعماله. واكيد الايام الجايه انت مقدم اعمال جديده هتاثر فينا اكتر ان شاء الله. وهنغنيها في الشوارع برضه يعني ونغنيها سوا. طبعا اكيد في صعوبات قابلت حلمي الايام اللي فاتت كتير. يعني اكيد في حاجات اثرت عليه وعلى وقته. بس رجع الايام دي لنقابه المهن الموسيقيه عشان يعطي جزء من وقته للناس الاخرين. يا ترى يعني انت اكيد قدمت اشياء في النقابه الايام اللي يعني انا عايز اقول لك فاتت واللي مقبله دي. عايز ده عطاء، نوع من العطاء حياتك انك من وقتك ومن حياتك للاخرين عشان الناس تبقى سعيده من حواليك. ده شيء طبعا هو يعني مش عايز اقول لك الموضوع ده اسعدني جدا طبعا.
يعني ناس كتير قوي، انا في فتره كبيره من الفترات لما كنت بشتغل كتير قوي وما كانش عندي وقت، فقالوا لي ما تنزل النقابه، وقلت لهم لا، انا يعني لو انا ما عنديش وقت يبقى بلاش، خلي غيري يعرف يخدم، لان ده عمل خدمي، والمفروض ان وبدون الانسان مقابل، يعني حاجه الانسان يبقى عطاء. مركز قوي في انه داخل المكان ده علشان يخدم الناس. طبعا. فلما لقيت عندي الوقت ان انا اقدر ادي وعندي الطاقه ان انا اقدر ادي، فدخلت الانتخابات والحمد لله ربنا وفقني. الحمد لله. ودخلت لجنه صعبه جدا، لجنه الخدمات، كتير قوي قعدوا يقولوا لي دي مرهقه جدا ومتعبه جدا، والناس تكلمك الساعه 3 بالليل و4 بالليل ومش عارف ايه. قلت لهم انا عايز ده، يعني انا من جواك يعني انا حابب ده، انا ده. حابب ان انا ربنا يقدرني واقدر يعني تساعد. اساعد اي حد. فده شيء بالنسبه لي يعني من اهم اولوياتي في حياتي اصلا، سواء نقابه او غير نقابه. يعني انا لما بشوف حد ربنا يقدرني واقدر اساعده، ببقى في منتهى السعاده اللي في يكفي الدنيا. دعوه جميله ليك، يا يكفي ان سلام، مش حد عايز اقول لك يكون يا مريض اسرار، وانت بتقدم له حاجه يعني مش عايز اقول لك، وانا لما بسمع دعوه من حد مريض، او حد حد كبير، محتاج او لك. ست مريضه، او ست، يعني في اي، يعني ايا كان، ده شيء بيسعدني جدا، وهو ده صحيح. مكسبي في صحيح. حياتي يعني. صحيح. طبعا الحمد كل دي لله. ميزانات حسناتك، يعني شوف كل ده لما بتلاقي ناس فرحانه حواليك او حد ده محتاج لك انا مش وانت عايز اقول بتمد لك ايديك، يعني آه، بشكرك وبشكر كل الناس القائمين في النقابه طبعا على الخدمات اللي بيقدموها للناس بز- ووقتهم. لا طبعا. بصراحه، يعني عايز اقول لحضرتك الموضوع بالنسبه لنا او بالنسبه لي على الاخص، يعني ان انا في لجنه شويه صعبه صعبه يعني، طبعا. فيها تحديات كتير جدا، صحيح. وطبعا في قوانين بتحكمك، فبتبقيش قادره تعملي اللي هو اللي انت عايزاه قوي. بس طبعا في الاخر الناس اللي موجوده والمجلس المحترم اللي موجود كله بيساعدني طبعا، لان دي اول مره انا صحيح. بدخل صحيح. النقابه، فالكل معايا والكل بيساعدني، فانا بشكرهم جدا يعني. يا رب يا رب يكون في دايما في تطور في النقابه ونقدر نخدم اكتر. يا انا رب عارفه يا رب. يعني في اشياء كتيره بتقابل النقابه وحاجات كتير في تأزمات في بعض الاشياء، لكن كتر خيركم ان انتوا قادرين يعني تحلوا بعض المشاكل وبعض الحاجات، طبعا، ما هو وكل واحد يعني من عنده بيساعد. وان شاء الله اللي وحتى اللي جاي خارج بقى. النقابه لو قادر يعمل حاجه طبعا للاخرين يعملها، هي يعني مش مستني المقابل. العطاء والمساعده دي ما بتحتاجش منصب ولا بتحتاج، يعني صحيح. هي بتبقى حاجه مولوده مع البني ادم، والانسان بطبيعته، الانسان اللي بيحب يساعد بيساعد، سواء موجود في نقابه او صحيح او غير خارج نقابه نقابه. او طبعا انا برنامج اسرار النجوم طبعا يعني ده مفتوح لنقابه المهن الموسيقيه وكل الفنانين. اهلا وسهلا، برحب بالنجوم، برحب بالناس الموهوبه، عندنا كتير موهوبين في النقابه، في فنانين محتاجين العون. اهلا وسهلا، برحب انا بيهم. عايز اقول لك احنا كنا في لجنه واللي كان مفتوح استماع لحضرتك. كنا في لجنه استماع قريب قوي من من كام اربع يوم خمس ايام كده. مظبوط. عايز اقول لك انا سمعت اصوات هايله جدا، ومصر مليانه اصوات حلوه واصوات واعده، وان شاء الله يعني نقدر نكلمهم، تيجي برضو حضرتك تلقي شرفونا. الضوء عليهم، طبعا طبعا. لان ده شيء كويس قوي ان احنا نلاقي اصوات حلوه، واصوات بتأدي كويس، واصوات بتغني كويس. فده شيء بيسعدنا، لان مصر طبعا هي مناره الفن في الوطن صحيح. العربي يعني. صحيح. طبعا تأثرت طبعا بنجوم، يعني الزمن الجميل. بعد عدة أيام هتمر ذكرى أم كلثوم، طبعا كوكب الشرق أم كلثوم، برضو يعني طبعا من الريف المصري الجميل، طبعا كوكب الشرق. يلا نغني لها سوا حاجة مع بعض، طبعا بمناسبة ذكراها. ايه رأيك؟ يلا بينا. يلا بينا. نغني ايه؟ اللي انت عايزاه. يلا، لسه فاكر ولا نقول؟ ماشي. طب يلا بينا. يلا اتفضلي. مم.
كان زمان لسه فاكر كان زمان كان زمان كانت الأيام في قلبي دموع بتجري وانت تحلال دموعي وهي عمري دم 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 تيرم تيرارارا كانت الأيام في قلبي دموع بتجري وانت تحلال دموعي وهي عمري دم دم تيرارارا يا مهانت لك وكانت كل مرة تمحي كلمة من أماني فيك وصبري دم تيتا تيرا تيرارارا كلمة كلمة لما راح الهوى ويا الجراح كلمة كلمة لما راح الهوى ويا الجراح واللي قاسيته في ليل اللي قاسيته في ليل اتنسى 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 ويا الصباح اتنسى ويا الصباح والنهارده الحب والشوق والحنان النهارده الحب والشوق والحنان لما تسألني هقولك كان زمان كان زمان لسه فاكر كان زمان كان زمان. الله 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 عليك الله عليك. حبيبتي. طبعا الافلام والمسلسلات ونيلي وحاجات كتير انت عملتها الايام اللي فاتت. فاكر فواتير نيلي؟ طبعا طبعا كنت عامل موضوع جامد معاها. طبعا. ايه فكرني بقى لا يعني هو كانت عامله شهر يعني الحلقات في فوازير رمضان، فكانت بتختار كل يوم معاها نجم يعني يعمل معاها الحلقه. فلاجل حظ انا عملت معاها حلقتين يعني. الله عليك. فنيلي انسانه جميله وفنانه كبيره، ربنا يديها الصحه يا رب. وحشتنا الفوازير الجميله دي. طبعا طبعا يعني الناس تقول لك نيلي وشريهان طبعا يعني كانوا حاجه عظيمه جدا جدا واحنا مفتقدينهم، ربنا يديهم الصحه كده ونشوفهم في احسن حال. معانا شاعر جديد اسمه محمد الزغبي. اهلا بيك يا محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا محمد، مساء الخير عليك. اهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم. الله يخليك. معانا طبعا النجم الكبير حلمي عبد الباقي. طبعا حبيبي يا محمد، ازيك؟ طبعا اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الله يكرمك. انت شاعر من الشعراء الجديد، انا سامعه طبعا ان انت يعني لسه بتكتب حاجات جديده وربنا يوفقك يا رب وتكون توصل اللي انت عايزه جدا. الله يكرمك يا فندم. اشكرك. انا بصراحه كنت عملت اغنيه كده اهداء مني للمرحوم الفنان الراحل طبعا شعبان عبد الرحيم. هي موجوده على اليوتيوب، بس انا كان ليها بصراحه رجاء خاص بعيد عن الفن. هي مشكله كده كان نفسي ان انا احلها مع شركه انا كنت شغال فيها، حد كنت بعتبره اخ، بعتبره اب ليا بعد وفاه والدي من 2002. مستر محمد المغربي رئيس مجلس اداره شركه دراك ستور.
الأحذية والشنط، مصنوعات جلدية يعني. فليا بتاع تقريبا سنتين سبت الشركة، وبحاول إن أنا أتواصل معاه إن أنا أصالحه، أعرف إيه سبب المشكلة اللي بينه وبينه. لأني بغض النظر عن الشغل هو حد محترم جدا، وعمل جمايل كتيرة معايا. كرم لي والدتي أم مثالية في 2014 وعمرة في 2018، وعمل حاجات كتيرة معايا. فأنا نفسي أتواصل معاه حتى لو أشتغل معاه بدون مقابل، يعني دي اوكي عندي يا محمد، بالدنيا. اوكي ان شاء الله احنا هناخد تليفون استاذ طبعا المغربي. عظيم حضرتك. ايوه هناخد تليفون وسيب رقم في الكنترول ان شاء الله، ونتواصل معاه. طبعا تستحق ترجع شغلك تاني طبعا، يعني احنا معانا طبعا النجم الكبير، هنكلمه سوا وان شاء الله ترجع تاني شغلك بامر الله، وده شغلك اليومي، وان شاء الله اعمالك توصل على الطريق يا محمد. بشكرك جدا، شكرا ليك، ميرسي يا محمد، تحياتي. نرجع طبعا المسلسلات والافلام. في فيلم ليك طبعا كان مع الفنان الكبير نجم الشاشه فريد شوقي، طبعا اكيد تفتكروا. طبعا زمن الجدعان. زمن حضرتك كان ليك هناك فيها اعمال جميله اثرت طبعا، سايبه ذكرى جميله جواك اكيد. العمالقه طبعا، ده يعني عايز اقول لك ان دي من العلامات اللي انا بفتخر بيها طول حياتي، ان انا وقفت قدام النجم الكبير الاستاذ فريد شوقي. دي من الحاجات اللي انا بفتخر بيها الى ان مدى الحياه، يعني الى ان يتوفانا الله يعني. ربنا يديك طول العمر. فطبعا دي حاجه كانت بالنسبه لي علامه كبيره في حياتي يعني، ومحطه كبيره قوي في حياتي. فاكر طبعا كان في اغنيه طبعا موجوده في الفيلم ده، انا كنت يعني شايفاك في حاله دراما، كان اسمها وداع. طب ممكن تشوف حاجه للاستاذ حلمي من الاعمال الجميله بتاعته؟ ممكن معاك؟ طب يلا بينا من فيلم زمن الجدعان. اوكي. الله عليك، اكيد من الاعمال الجميله اللي لحنها عصام اسماعيل. طبعا صح، وكتبها مصطفى كامل. واخرجها نبيل عبد النعيم الاستاذ الحبيبي. بديله ببعت له تحيه، ربنا يدي لك الصحه يا حبيبي يا رب. حاجه جميله صراحه يعني. انا وانا بتفرج بسترجع ذكريات، بسترجع ذكريات الاغنيه. وايناس النجار طبعا الموديل طبعا، ايناس النجار حبيبتي، ربنا يوفقها كده يا رب. حقيقي يعني بحس حتى يعني الاعمال، يعني حتى في الحب، يعني حتى العطاء. يعني الفلاسفه الكبار قالوا في الحب ان كان جمال الحب في العطاء، فان عظمته في تجاوز الاخطاء. يا سلام. يعني ده الفيلسوف من العظماء قال. وغاندي برضو قال جميل أن تعرف معنى العطاء، والأجمل أن تعطي. ده غاندي قال كده. فطبعا حسيت ان انت الأغنية فيها براح، فيها حب، فيها حالة طبعاً جميلة. يعني العطاء ده شيء يعني من أجمل الأشياء على ظهر الأرض يعني. صحيح. العطاء ده حاجة ربنا يعني بيبقى ليه حكمة في اختيار الإنسان العطاء. الإنسان العطاء ده بيبقى حاجة كبيرة قوي عند ربنا يعني. صحيح. اللي هو بيدي من غير ما يفكر في المقابل يعني. هو ده العطاء اللي بجد. العطاء اللي بجد ان انت بتدي من غير ما تفكري في مقابل ولا ما فيش مقابل. مظبوط. فده شيء يعني من اعظم الاشياء اللي ممكن تبقى موجودة في الانسان يعني. اكيد. طبعا في اعمال برضو، نرجع للافلام والمسلسلات. في افلام فاكرها طبعا ولسه، واتمنى جمهورنا طبعا يكون فاكرها وجيبوها على اليوتيوب. يعني حتى دلوقتي ممكن تحمل اي فيلم، اي مسلسل، اي حاجه تتفرج عليها وتسترجع الذكريات والايام الجميله مع حلمي عبد الباقي. فاكر الافلام الجميله اللي عملتها؟ طبعا. يعني وكمان مسرحيات كمان. اشتغلت مسرح. ايه؟ اشتغلت مسرح. اشتغلت مع النجمه الجميله، اشتغلت جنون البشر مع النجمه الجميله عبله كامل والاستاذ محمود الجندي. وكان برضو من الحاجات يعني صراحه انا يعني عايز اقول، يمكن اول مره اقولها، انا اخطأت في حق نفسي جدا، وكنت لازم اكمل. يعني الفتره الكبيره اللي انا قعدتها دي كانت يعني خدت من الوقت، خدت مني كتير قوي. والحاجات اللي انا عملتها بس ممكن تكون دي واقفه مع النفس، واقفه شويه يعني بس هي طولت شويه. طولت شويتين. ايوه صحيح.
لا اكيد هنسبق الوقت ان شاء الله بالاعمال شاء الله الجديده بإذن الله. بالتقادم. حضرتك ممكن ما تضيعش لحظه من الايام اللي جايه بإذن الله. نعمل، نستثمر، نقول جديد. اكيد اكيد. طبعا حابه نسمع الجديد. طبعا ايه جديد من الاعمال الجديده نسمعها؟ يعني خلينا بقى تبقى مفاجأة يعني، لأن يعني مذهب حتى يعني هي اللي هصورها مع عمر حفيظ، يعني أغنية اسمها حبيتك. يعني أنا حابب إنها تبقى مفاجأة للناس يعني إن شاء طيب الله. خلاص نسترجع. طب نقول حاجات من الحاجات بتاعتنا الجميلة اللي هي ممكن يعني نقول إيه؟ شايف ممكن حاجات أثرت برضو في الناس وسابت أثر. إيه دي؟ في حاجات ليك أثرت طبعا. أنا يعني عايز أقول لك إن في منها أصعب طريق تقريبا. طبعا. يا ريت يعني لو فاكر أكيد فاكرها طبعا، كلهم أولادك. اخترنا ليه أصعب طريق ومشينا فيه، ليه ما اديناش أنا وانت فرصة لبعض؟ ليه اخترنا ليه أصعب طريق ومشينا فيه، ليه ما اديناش انا وانت فرصة لبعض؟ ليه دلوقتي جاي بتقولي نرجع للي كان، واحنا اللي كان علشان نصونه عملنا ايه؟ ما بقاش ينفع ماضينا تسأل عليه من تاني، بقى كل واحد فينا في حضن واحد تاني. ما بقاش ينفع ماضينا تسأل عليه من تاني، بقى كل واحد فينا في حضن واحد تاني. يا سلام، الله عليك. دي برضو اكيد كلمات انت عامل. دي كلمات خالد تاج والحان تامر عاشور. تامر عاشور كان في بداياته قبل ما قبل ما يبقى مطرب. حضرتك اكتشفت، انا عارفه انك اكتشفت تامر عاشور في اعمالك الجميله يعني. طبعا تامر عمل لك كتير اعمال كتير. عمل لي دي وعمل لي اغنيه كمان اسمها ولا هترجى ولا هتحايل. ولا هترجى ولا هتحايل علشان حبك يرجع ليا، اصل الحال المايل مايل يا ما كتير خليتها عليا. ولا هترجى ولا هتحايل علشان حبك يرجع ليا، اصل الحال المايل مايل يا ما كتير خليتها عليا. ابعد بقى وانساني، شوف لك حبيب تاني، جرحك خلاص خلاني احب نفسي شوية. الله على اختيارك للكلمة واللحن. طبعا يعني انا عايز اقول لك انا من الناس اللي هي الكلام لازم ابقى مقتنع بكل حرف بقوله، يعني لان الواحد لما بيجي يحس الحاجة لو حسها كويس بيوصلها كويس. هو دي المعادلة يعني. حلمي تأثرت طبعا أكيد بالزمن الجميل والنجوم يعني زمن الفن الجميل، يعني أكيد تأثرت بيه طبعا. كنت متأثر يعني أكيد ببعض الفنانين والملحنين، يعني أكيد سابوا أثر فيك زي يعني مين؟ ممكن نغني مع بعض حاجة ليهم يعني. أنا كنت متأثر طبعا بحبيبي الله يرحمه الأستاذ محمد العزبي. فطبعا ده يعني عايز أقول لك إيه، من الناس اللي أنا كنت بعشقها يعني، وكنت بغني له تقريبا في كل الحفلات اللي كنت بعملها كنت بغني له بهية بالمواويل وبتاع. طب نسمع بهية. يلا حتة من بهية. يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليل يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل.
الناس معادن، الناس معادن، ومن أغلى المعادن تلاقي ناس، وناس كتير طيبين، وناس كتير مش ناس، وناس لسانها تملي يجي في سيرة الناس، وناس بتضحك في وشك ويذموا فيك للناس. سلمها لله ولا تندم، ده الراجل الحر ما يهمه كلام الناس. الله الله، يلا بهية بقى نخش لا حد عدى ولا مرة هدى وشاف عينيها إلا وما قالوا عن بهي ظلموا البني، قالوا عن بهي واللي في عينيها ملقاش مودة، ظلم الصبية وراحوا قالوا عن بهية ملهاش عزيز ولا حبيب، وعيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب. قالوا عن بهية يا ما قالوا اللي في هواها يا عيني ماله، ظلموا البنية يا عيني. وكل الحكاية كل الحكاية عيون باهية. يا سلام يا سلام على الزمن الجميل والالحان اللي عايشه جوانا. طبعا انا بتاثر كتير بالزمن الجميل ده، وخاصه ام كلثوم، عبد الحليم، عبد الوهاب، بليغ حمدي، اعماله اللي اثرت وحتى الان عايش جوانا، الملحن العظيم ده. طبعا طبعا يعني احنا عندنا قامات كبيره يا اسرار في طبعا يعني على مستوى التاريخ. ده يرجع تاني الجو الجميل ده يا رب. يعني المهرجانات بقى والدوشه اللي احنا يا بنسمعها ليلى. دي عايزين بجد يعني عارف، حتى لو الناس حابه، الموضوع ده يبقى بطريقه تانية. يعني لو الناس حابه الريتم ده والشكل ده والموضوع ده، ليه ما نوجههمش صح؟ لان يعني نوجههم حتى للكلمه، يبقى في مصنفات، في رقابه على الكلام اللي بيتقال. هو ده الموضوع بس يعني على فكره اللي انت بتقوليه ده هو ده المهم. يعني احنا يعني مفيش حد بيكره ان يبقى فيه نوع من انواع المزيكا الجديد، والناس والشباب حابينه جدا. يعني انا شايف من وجهة نظري ان هم مقصرين في شريحة كبيرة جدا من الشباب. بس ليه ما يبقاش الكلام ليه؟ يعني في اغاني مهرجانات نجحت جدا بسبب الكلام الحلو. صحيح. يعني وعلى فكرة جم امتحنوا في النقابة وناس منهم نجحت. فكل من يجد في نفسه انه يقدر يغني ويقدر يعمل يعني فن كويس، ليه لا؟ نقدم كلمة يعني محترمة. يعني نوع المزيكا مش وحش على فكرة. يعني نوع المزيكا اللي بتتعمل ان هي محتاجين بس رقابة عليهم، رقابة على الكلام اللي بينزل تخش يسيء الينا يعني. تحرك مشاعر الناس والناس بيتفاعلوا معاها، ده شيء كويس جدا. صحيح. بس يبقى في تقنين للكلمة. صحيح. وفي تقنين لان انت بتدخل كل بيت. اليوتيوب دلوقتي بقى موجود على كل الناس. بشكل الفيسبوك وكل الكلام ده بالظبط، والفيسبوك التواصل الاجتماعي. فليه لا؟ يعني ليه لا ما تبقاش الحكايه مقننه، ويبقى يعملوا نفس الفن بس بشكل كويس، بيتقال كلام كويس. صحيح. فاعتقد ان ده يبقى افضل شيء يعني بالظبط. وبرده الحاجات المسفه لازم تتمحى نهائي، لازم يعني نقضي عليها. لان احنا الذوق احنا بنتحكم في ذوق المجتمع بالزبط. فلازم نقدم الرقابه والنقابه عليها دور اساسي. لازم الحاجات دي تتفلتر صح، مش اي حاجه يعني حتى كنترول على اللي بيعتمدوا في النقابه في اي حاجه طبعا. في كنترول للاصوات طبعا. عندنا فقره هنا اسمها مقدمها انا في البرنامج، اسمها افراح بلدنا. يعني برنامج اسرار والنجوم مقدم فقره يعني عاملين مع جمهور، تواصل مع الجمهور، العرايس بتوع شهر 2 و3 و4 بنختار. طبعا اتمنى حضرتك تكون معانا، نختار يعني من الناس اللي هتجي لنا عريس وعروسه. احنا بنقوم بتجهيزهم من حيث القاعه والمركز التجميل والبوفيه وكل حاجه والفنانين. هو ده بقى طبعا احنا حابين نقدم الفقره ديت من شركه ريد لاين وشركه ستار لايت وبرنامج اسرار النجوم. يسعدنا حضرتك طبعا كل النجوم اللي معانا بتشارك
بعطاء أنا- منهم أنا الفائز معانا شهر 2 او شهر 3 او 4. انا يشرفني شرف. وانا بقولها على الهوا اهو، انا تحت امرك وتحت امر اي ربنا حد. يخليك، ربنا يخليك. طبعا يعني اكيد هنسعد الناس اللي حوالينا طبعا. لما نلاقي ناس محتاجين او يعني طلع الفرح بتاعهم اكيد. ده انا بقول لك انا معاكي في اي حاجه. ربنا يخليك. وطبعا بنشكر الشركه اللي قامت بالشكل ريد لاين ده. وستار لايت طبعا اشكرهم. يعني حتى لسه مصطفى السبكي السبكي لسه طبعا. قايل لي دلوقتي طبعا وقلت له انا معاك في اي حاجه ان شاء شكرا. الله، يعني تحت امرك يعني. ربنا يخليك، هنكون سعداء طبعا بوجودك وبوجود اي حد يشرفنا ان شاء الله. واتمنى يكون البرنامج بتاعي يعني انطلاقه لينا كلنا يعني. باذن الله. انا شايف والله يعني انا متابعك كويس قوي ربنا يخليك. وما شاء الله في اجتهاد حلو قوي، وفي البرنامج بدأ يتشاف كويس قوي، وده شيء بيسعدني طبعا لان انت حبيبتي الله يخليك. وزميله عزيزه عليا يعني، وانا ما اتاخرش عنك في اي وقت، واي عريس وعروسه انا تحت امرهم. استاذ حلمي عبد الباقي بنفسه هوت يعني اكيد هيحيي فرح اللي هيطلع معانا القرعه بتاعته. نقول لهم حاجه. نورت ايامي، رجعت احلامي، غيرت لون وطعم وشكل الحياه. الله 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 يا الله، الله 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 جمع عينك في عيني حبيبي، الله جمع بينك وبيني حبيبي، الله جمع عينك في عيني حبيبي، الله جمع بينك وبيني حبيبي. نورت ايامي، رجعت احلامي، غيرت لون وطعم وشكل الحياة. طبعا دي اهداء طبعا من الاستاذ حلمي عبد الباقي لكل عروسين ان شاء الله شهر 2 وشهر 3 وشهر 4. طبعا الحديث معاك ممتع واتمنى لك الجديد دايما ويكون عندنا اكسبلوزيف في البرنامج ان شاء الله. الاغنيه لما تتصور تيجي عندنا اكيد ان شاء الله. يلا نختم اللقاء بحاجه عبد الحليم اول مره بحلم بيك، قولوا له عشان نختم بيه لقائنا. طبعا بشكر كل القائمين على قناه مايسترو MTC، طبعا كل اللي موجودين بشكرهم فرد فرد حقيقي، من الصوت ومن الاضاءه من الكاميرا مان اللي موجودين معانا دلوقتي، المخرج جميل مصطفى كامل طبعا. طبعا انا اولا بشكرك قناه طبعا الاستاذ مصطفى بدران. طبعا بشكرك وبشكر الاستاذ مصطفى بدران طبعا يعني على مداخلته الحلوه وان شاء الله نكون عملنا حلقه كويسه. وبشكر كل الكرو اللي موجود، متشكرين جدا وتعبناكم معانا. استاذ علي طبعا الصوت انا مش بنساك، انا بقول اهو الصوت استاذ علي اشكرك. وطبعا الاعداد بتاعي طبعا وليد محمد، مارينا جمال طبعا، وتامر بدران الاداره طبعا. شكرا لكل، وهاني عامر معانا نجم جميل طبعا ماسك الاداره معانا. بشكرك يا هاني وكل القائمين. يلا نختم بايه؟ بحلم بيك ولا اول مره؟ يلا اللي انت عايزاه بقى، انت قولي بقى وانا هبقى معاكي كده. طب نقول ايه؟ بحلم بيك انا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك، بحلم بيك انا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك، وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. عشت ليالي هنية بحلم بيك انا بحلم بيك. بحلم بيك يا حبيبي انا يلي مليت ايامي هنا، بحلم بيك يا حبيبي انا يلي مليت ايامي هنا. بحلم بيك عارف من امتى، من اول ما عرفت احب. بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب. وانت حياتي وابتساماتي، انت حياتي وابتساماتي، وانت النور للعين والقلب
وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، عشت ليالي هنية بحلم بيك، أنا بحلم بيك. بشكركم طبعا، اشكركم واشكر كل جمهورنا الجميل اللي قاعد مستنينا. بشكركم، طولنا عليكم، ويا رب اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله مع طبعا نجوم ونجوم في كل المجالات. تحياتي اسرار، باي باي.